الأربعون النووية. على القرآن محياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. على القرآن محياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن.